يا ترى إيه الأهم؟ إن أنا آخد فلوس من العميل اللي باعلّمه سواقة، والّا إن أنا أعلّمه سواقة أصلًا؟ والله أنا بالنسبة لي كمصطفى، أنا باحب إن أنا أعلّم الناس سواقة أصلًا، علشان بالنسبة لي الفلوس هو كده، كده الفلوس هتيجي وهتصرف وهتيجي، إنما لمّا تعلّم واحد سواقة أنت بتعلّمه هي مرّة في الحياة، فلو اتعلّم المرّة دي صح واتعلّم كويس، أنت بنسبة 80، 90% بتمنع عنّه حوادث مثلًا، يعني ممكن الواحد ينزل على الطريق ويحصل مشكلة تكون أصلًا أساسها المدرب، إن هو ما علموش كويس، ما ادالوش كل المعلومات اللي عنده، ما ادالوش كل الخبرة اللي عنده، فمهم جدًا جدًا إن المدرب يحس بالمسؤولية ديّة، ويبقى عارف إن أنت بتعلم واحد سواقة على طريق وسط عربيات، وسط بني آدمين، وسط حاجات ممكن هو يخبطها، ففي مسؤولية مدنية وفي مسؤولية مجتمعية وكل حاجة. موضوع السواقة بالنسبة لي أنا باحبه، باحب أعلم الناس سواقة، وما أعرفش ليه باحب أعلم الناس سواقة الصراحة. أنا ما كنتش أصلًا متخيل إن أنا ممكن أبقى مدرب سواقة، على إن أنا باحب السواقة وباعرف أسوق وكل حاجة، بس أنا ما كنتش متخيل إن ممكن أكون مدرب وأعلم الناس وعندي صبر والكلام ده. اكتشفت إن أنا باحب الموضوع أصلًا، فباعمله حبًا أكتر من إن هو شغل وفلوس وكده.